ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده ان شاء الله عندنا تجربه لعيبه عقده ترشيح 5 نجوم. عندنا هنا في الباك كيفن دي بروينا، وعندنا خيمينيز وفين شعراوي وغيرهم من اللعيبه. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك الحلو بتاعك، ما تنساش تشترك في القناه، ما تنساش تصلي على النبي، وما تنساش اهم حاجه الدعاء لاخواتنا في فلسطين، بان ربنا ينصرهم ويحميهم ويقويهم. بس قبل ما نبدا يا شباب، احنا محتاجين نروح لموقع الشركه نشوف طاقات اللعيبه اللي احنا هنشتريها سواء كويسه او لا. انت عندك ابرز 3 لعيبه وهم ستيفن شعراوي وكيفن دي بروينا وخيمينيز، فعايزين نشوف طاقاتهم هل تستحق اللي احنا نشتريهم ولا لا، ونقارنهم بنسخه المتجر. عندنا هنا ستيفن شعراوي نسخه بورز كوينجر بيوصل معانا في التشكيل 95. عندك البول كنترول 90، الدبلينج 94، والتايد بوزيشن 89، والكيرل 85، والسبيد والاكسلريشن 87، كيكنج باور 80، والبالانس 85، والاستامينا 80. فشايف ارقامه كويسه، ولكن مش دي الاولويه اللي احنا ممكن نجيبه. عندنا هنا ابرز لاعب هو كيفن دي بروينا نسخه بلاي ميكر. عندنا هنا البول كنترول 91، اللو باس والليفت باس 94، وعندك الكل 88، والكيكنج باور 90، السبيد والاكسلريشن اكيد ده يعني على خط النص فكويس جدا. عندك الاستامينا 88 فهيكمل معانا ماتش كويس، وعندك البالانس 79. البالانس مش قد كده تمام. احنا ارقام كيفن دي بروينا اسطوريه، ولكن عايزين نقارنها بنسخه الاسطوره. شوف السكيلز عنده، عنده كل السكيلات المهمه. ودلوقتي يجي المقارنه ما بين النسختين. عندك نسخه كيفن دي بروينا نسخه الكلاب ايكون، وكيفن دي بروينا نسخه الاسطوره. ده طبعا في حاله بره التشكيل. جوه التشكيل الموقع مش محدد. عندك الاوفنسيف اويرنس اعلى منه بنقطه، البول كنترول اقل، الدريبلينج اقل، التايب بوزيشن اقل، وعندك اللو باس والليفت باس زي بعض بالظبط، وعندك الفينشنج اقل بنقطه، والهيدنج اقل، والبليس كيكنج اللي هو الضربات الحره المباشره اقل، وعندك الكيرل اقل بنقطه، والسبيد اقل، والاكسلريشن اعلى بنقطه، والكيكنج باور نفس يعني يعتبر نفس الموجوده في الستور، ولكن دي اعلى شويه. مش عارف بصراحه احدد انهي الاحسن، ولكن انا جربت قبل كده نسخه الستور، كانت نسخه تقيله جدا، ولكن مفيش مشكله احنا نجرب نسخه الكلاب ايكون. وعندنا اخر لاعب في عقده الترشيح وهو خيمينيز، بيوصل في الماكس ليفل بتاعه 98 جوه التشكيل. بيوصل عنده ديفنسيف اويرنس اللي هو الوعي الدفاعي 95، تدخل 96، والتاكلينج 95، والاجريشن 97. عندك الجامبنج 93، الفيزيكال كونتاكت 90، والاستامينا مش قد كده. النسخه دي نسخه ديستروير. السكيلات اللي عنده يعتبر من اهم السكيلات اللي بيكون عند المدافعين. وعندك هنا نسخه الستور بتوصل في التشكيله 92. اكيد طبعا نسخه الكلاب ايكون دي ستايل شويه، فرق 3 نقاط في الاوفرول. عندك الهيدنج كله بالماينس. اكيد طبعا نسخه الكلاب ايكون اكيد احسن بكتير من نسخه الستور. زي الفل يا شباب، كده دي التشكيله بتاعتنا. عندنا خيمينيز وعندنا كيفن دي بروينا. انا اعتقد خيمينيز ده هيبقى من نسخه اسطوريه زي نسخه ماركينيوس الخضراء دي. النسخه دي اسطوريه جدا جدا جدا. وعندنا هنا الفورمه بتاعت خيمينيز، عندنا فورمه انويفرنج، والفورمه بتاعت كيفن دي بروينا انويفرنج. واول ماتش معانا لو انت هتلاحظ هو مش من الديفيجن عشان ده مش الاكونت الاساسي. انا بلعب ايفنت الانليمتد، بيجيب لك ناس معاها فريق كويس. زي الفل يا شباب، نحط كيفن دي بروينا مكان روزيسكي. وعندنا خيمينيز او من اول ماتش كده مع ان الفورمه انويفرنج ننزل خيمينيز مكان روبن دياش. وعندنا الخصم قصادنا عنده ايرلينج هالاند النسخه الاسطوريه، كيليان امبابي ومارتينيلي وبلينجهام وانزو فرنانديز الهايلايت، وميرفي. وعنده في خط الدفاع جوشوا كيميتش نسخه الهايلايت. النسخه دي اسطوريه جدا. وروديجر الغني عن التعريف، ودوناروما وديليخت ونونو مندش. الواد تشكيلته كويسه جدا. بسم الله، ابتدي اول ماتش. عايزين نشوف كده اول لمسه كده كيفن دي بروينا. كيفن دي بروينا يا جماعه من اللعيبه اللي انا ما بحبش العب بيها لان هي تقيله جدا في الملعب، ولكن هنشوف. ماشي، اول بصه منه كويسه جدا. ديلبيو الهاكر، ديلبيو الهاكر. يعني ده ما بقفش الا بفاول. ديلبيو ده النسخه دي اسطوريه. يلا خيمينيز، خيمينيز يا ابن اللعيبه. يلا خيمينيز، غطي يا خيمينيز، غطي يا خيمينيز. ولد تشاوميني، تشاوميني يغلط. جون. اوه يا ابن اللعيبه ياسين بونو يا جدعان، من الحراس المتالقين جدا. يعني يا بخت اللي عارف يجيب ياسين بونو. وخيمينيز يتالق معانا يا جدعان، شكل خيمينيز هيبقى اساسي. يلا خيمينيز. خيمينيز يعني بص، عمل تغطيه سيئه جدا. صعبه دي طبعا. انت اكيد هالاند وعلى الراس فخلصت يعني. ماشي، احنا داخلين نجاوب يعني، مش داخلين يعني ايه نكسب. حلوه دي. يلا صلاح. ثانيه. يلا بص، يعني صلاح ده النسخه دي بجد يعني من اقوى 5 مهاجمين في اللعبه. مش طبيعي، مش طبيعي. يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه. والله انا محتار الصراحه العب ديبالا ولا العب. بس خلينا نلعب بكيفن دي بروين نشوف هو اللي عارف يجيبها ولا لا. الواد لو عارف يتحرك جون ولا حاجه. يا راجل، يا راجل. بتاعتك دي يا خيمينيز، بتاعتك دي. انا عند هالاند بس يعني منافسه شايسه شويه. يلا خيمينيز. ده مفيش يا اسطى، مفيش حد عارف يجيب هالاند يا جماعه. بجد ما حدش عارف يوقفه، لا باستوني ولا راموس ولا اي حد. ما بيشوفش قدامه والله. واحده كده.
يا جدعان ايه؟ طب ايه؟ طيب بجد والله ايه؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ يخرب بيتك، يخرب بيتك يا كيفن دي بوين. ايه ده يا جدعان؟ اسطوري والله، اسطوري. حلوه دي. تاني. بس جول 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 جول. جول ايه؟ ايزي. حلوه قوي دي. يلا يلا رابع. يا جدعان هو انا بعمل ريفيو عن بابي ولا عن كيفن؟ عندك احنا وصلنا الدقيقه 60 ولسه ما تعبش، يعني كويس جدا. خيمينيز هو اللي تعب شويه، فاحنا ممكن نطلع خيمينيز. لا خلينا نكمل الماتش بيه. ممكن ننزل سون مكان كيليان، يعني كيليان اصلا يعني هو ما تعبش، هو باللمسه. ممكن ننزل كولوزيسكي مكان ديبالا، نخليه مثلا يرجع يلعب سي ام اف هنا. ننزل ميسي ونشوف كده ايه، هل هيتالق ولا لا. شكله مش ناوي يلعب ولا ايه؟ لا هو شكله ولا يعني ايه، ديسكونكت. احنا مش هنرحم. قدام ايه؟ يلا يلا اقطع 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 اقطع. ماشي. يلا صلاح. يلا الخامس. انسحب بقى خلاص، ما مش هحلك يا كابتن. والله لو ايه، والله لو ايه، انا خلاص يعني الماتش ده بتاعي. يلا كده نشوف كيفن دي بروين يعمل كيكنج باور. نجرب كده كيكنج باور بتاع كيفن. مفتوحه له اهي، مفتوحه له اهي. يا ساتر يا رب في ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ تالت عرضه. هو فيها كونامي يعني؟ بص هي الزاويه حرفيا بترقص. يا بص بص، فاضيه فاضيه. انت نشل عليها بلياردو. خلاص هو احنا كده كسبنا الماتش، فمش عارف يعني اعمل له ايه. طيب انت متخيل؟ شايف كونامي الولد ما بيلعبش بقاله كتير. انا عشان سبت الماتش مثلا قمت اصلي واجي زي ما انت شايف كده، اللي كيك دي في الماتش حاجه في منتهى الضحك والله. بس ماشي كويس اللي ده اصلا مود انليمتد وانا مخلصه. انا داخل بس عشان ايه، هفن شويه واجرب اللعيبه الجديده. ده اللي بتعمله كونامي. والماتش الثاني عندنا فريق قوته 2886، يعني فريق في المتناول. ماشي احنا داخلين نجرب اللعيبه، مش داخلين ننافس او داخلين نلعب ديفيجن. انا بجرب اللعيبه دي معاكم علشان احطها في الاكونت الاساسي، بحيث ان انا ما اضيعش عقده التشحن الفاضي. في عندنا ثاني ماتش خيمينيز، عندنا سهم تحت. انا مش عارف الصراحه اذا كان كده يبقى انا مش ما اعتقدش ان انا هشتري خيمينيز. ممكن اشتري كيفن دي بروين. احنا محتاجين كيفن دي بروين في الاكونت الاساسي. وعندك الخصم قدامنا عنده تشكيله عاديه فيها باتيك فيا مميز وديليخت، وعنده ميسي وعنده جمال موسيالا وعنده نيمار وعنده ديفيدز وكيليان امبابي وكارلوس سولير، عنده لاعبين مجهولين. والماتش الثاني عندنا نقول بسم الله. يلا ودي. يا لهوي يا نهار اسود، الواد شكله عنيف. ممكن من كيفن دي بروين على راس خيمينيز. يلا خيمينيز بتاعتك. حلوه حلوه يا ابن اللعيبه، اسيست يعني فيها جمله، فيها جمله. حلوه دي بوين. يلا لانتو. يا لهوي يا لهوي. يلا خيمينيز قطعها. يجيبها تشاوميني. حلو قوي. واحده كده قدام بالملي. يا جماعه انا بتكلم على كيفن دي بوين، مش بتكلم على اي خط نص لسه ناشئ يعني. ده يعني ده العادي. يا عيني على وش الرجل، يا عيني على وش الرجل. بس لو كان وصل يا جماعه، الواد ده شكله بيستظرف ولا ايه؟ مش عارف. هو داخل يستظرف غالبا. ده طبيعي، طالما انت بتعمل كده يبقى يعني طبيعي يحصل لك كده. يلا ديبالا. يلا كيليان. يلا ديل بيو يا راجل. يلا يلا يا ديل بيو. تاني ماتش. انا نفسي افهم بجد ايه اللي بيحصل. بجد والله اللي بيحصل انا مش فاهم. والماتش الثالث عندنا قوة الفريق بتاعه 3041، واعتقد قريب مننا. واللي قصادنا عنده تشكيلة مميزة، بيلعب بتشكيلة 4 2 1 3. ان شاء الله يكون خصمه في المتناول. في ثالث ماتش معانا. قدام. يلا يلا اسيست. واحدة كده يا راجل. ميسي ضاعت يا ابن اللعيبة. الواد شكله بيلعب، الواد شكله بيلعب. بس يعني الحاجة الغريبة خيمينيز ساب مكانه ومشي، مش عارف ليه. يعني لو تبص في القعدة، بص على الخميس، بص على الخميس باع نفسه يعني حرفيا. يا دي النيلة.
فتح مساحه لكيليان. بقى لي ساعه بصور مش عارف العب 3 ماتش على بعضيهم، حاجه يعني في منتهى الغرابه الصراحه. زي ما انتم شايفين الماتش انتهى وما اتحسبش لاي حد. يعني كونامي الصراحه مش عارف ده سيلفات دي ولا دي ايه الصراحه. بس كده يا شباب دي تكون نهايه الفيديو. اللي عجبك الفيديو اي نعم هو فيديو خفيف بسيط، انا الصراحه ما اعرفش سيلفات كونامي مالها ولا ايه اللي بيحصل. ثالث ماتش نجربه زي ما انتم شايفين لا حياه لمن تنادي. كده كده كيفن دي بروين من احسن اللعيبه اللي موجوده في الباكج. عندك خيمينيز مش قد كده، ولكن الاكيد احنا هنشتري ان شاء الله كيفن دي بروين في الاكونت الاساسي اللي في ميسي. انتم شايفين يعني كيفن دي بروين عامل ازاي. بس كده يا شباب يا ما تنساش تطلع النبي قبل ما نقفل الفيديو، يا ما تنساش تدعي اخواتي في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويحميهم وينصرهم على الاحتلال. بس كده سلام.